الآن ده مجلس التوجيه المعنوي، عملت خارج في الشرطة العسكرية وبقى بصره هنا في المكتبة دي. قعدنا ندور الشرطة العسكرية عشان تجد واحد بس يكون خالد أمانة ولا تعدى على أملك الغير ولا عمل أي عمل تخريبي. وهو غير حد والله هذا المؤثر العقيم مع هذا مفيش واحد والله ما كانش عندنا ولا شر ولا أي شيء ولكن شعب الدول أثبت بكل كفاءة ما كانش في واحد خايف ولا واحد غلط عشان يعتدي على الغير. عاوزين نرى اليوم هذه الصورة أحسن من مكان. كان بعيد كنا محاصرين من جسر الطريق، ولكن اليوم نحن أحرار ومعنا قوات المسلحة بعشرة. لأن القوات المسلحة أصلا من الشعب مش جاية من الإنسان، وقضيتنا قضية كل مصري على أصغر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. وبالتالي عاوزين نحدد الصورة بتاعتنا، نعبر عن إرادتنا ونعبر بكل صراحة. ده مستقبل الوقت أمانة في عنق كل مصري على الوقت. إذا المستقبل بتاع أبنائنا من بعدنا هذه الكلمة لابد أن نحافظ عليها لأبنائنا. وبالتالي أقول مرة ثانية وثالثة، إذا كان كل القيادات المسؤولة هبت وتلحت، كل فرد منكم مسؤول مسؤولية أمام الله تبارك وتعالى. تحيا مصر، 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 تحيا مصر. مصر لنا جميعا، وبالتالي يجب علينا كل واحد مننا بيبقى حالة في المكان اللي هو موجود فيه. وكل مسجد مساجد هنعمل منه مسجد في المساجد عشان كل حي يعمل منه مجموعة. هذه المجموعة تتولى الحراسة وتتعاون مع إخوانكم من القوات المسلحة. ومع هذا نقول إحنا القوات المسلحة قلب واحد ويد واحدة لصالح مستقبل. بلدنا فيها نحميها، بلدنا فيها نحميها، اجعل فرط على الزبر فيها، اجعل فرط على الزبر فيها، بلدنا لازم نحميها، بلدنا لازم نحميها، واجعل فرط أبدا فيها، اجعل فرط أبدا فيها، اجعل فرط أبدا فيها، اجعل فرط أبدا فيها. بالتالي عاوز أقول هل يرضيكم مثلا النهارده الأطفال الصغيرين دول زي ما بنقول إيه الوقت عالم عاوز ياكل مش لاقي الخبز، عاوزين نفتح المكان، عاوزين نفتح المحلات، عاوزين كل واحد يفتح جيات. لأن أنا بقول إحنا مش محاصرين من جيش أجنبي، لا، عاوزين كل واحد ياخد حقه ويحس بحاجياته. وبالتالي برضه اللي احنا قلنا من اجله لابد احنا ندافع عنه، قلنا وطلعنا عشان نحمي بلدنا، وبالتالي نعطي الحريه لبلدنا ومستقبل ابنائنا. وبالتالي احنا طالب تفكير وبحث اصواتنا. وبالتالي انا عملت بيان لمحمد حسني مبارك وقلت له اعلم يوم ما كنت يا انت الفريق محمد
معركتنا ان احنا بندافع عن بلدنا وشرف بلدنا وكرامة بلدنا. تحيا مصر تحيا مصر يسقط حظ النار يسقط حظ النار حظ النار يسقط حظ النار. يا اخوانا ما يهمنيش حاجة أكثر من عاوزين نقول إحنا ناس بتوع عملنا كل هذا النظام إلى فناء، كل هذا النظام إلى فناء، ولكن تبقى مصر مرفوعة في الرأس. ما يجيش قبالة وغير قبالة عشان يتابع على قضيتنا ولسه قبالة بيقول ولسه يجي مسؤول ولسه مسؤول ولا مسؤول. لا تدخل أي جهة أجنبية في قضية مصر. يحميها بفضل الله أقنعنا وهم على استعداد لحماية البلد، وكل واحد منا قلبه مع مصر وقلبه في مستقبل مصر. إذا لا وصايا ولا حماية وعلى جميع العملاء وعلى جميع العملاء وعلى جميع الخولة أن يحمل على الانتقام. شيخنا حافظ احنا معاك رحنا ودمنا فداك. شيخنا حافظ احنا معاك ورحنا ودمنا احنا معاك. شيخنا حافظ احنا معاك رحنا ودمنا فداك. شيخنا حافظ احنا معاك رحنا ودمنا معاك. نعم. وليست ملكا لأي جهة من الجهات، دي من أموال الشعب وفيها مصير الشعب. العدل رخصتي وسلام رخصتي كلها دي موجودة في الفروع. يوم أن تصدر هي أو تحرم مين اللي هيصدر؟ هل اللي ما